سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي نشرة الأنباء الأحوازية، والتي نبدأها بالعناوين. إيران تسلح 3 جزر متنازع عليها بأنظمة صاروخية جديدة، معظمهم بنيران القوات العسكرية، مقتل 52 حمالا وإصابة 131 آخرين في إيران خلال عام. بمتوسط 4 حالات يوميا، إعدام ما لا يقل عن 104 أشخاص في إيران خلال شهر واحد. مصرع 185 وإصابة نحو 5500 شخص جراء حوادث مرورية خلال عيد النوروز في إيران. ناشط سياسي إيراني: الظروف الاقتصادية السيئة قد تمهد لحدوث تمرد، وهو أمر خطير. 4 خطط أمريكية للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وخامنئي نفسه. حاملة طائرات أمريكية أخرى إلى المنطقة بعد تهديدات ترامب لطهران. المبعوث الأمريكي: طهران بعثت رسائل عبر وسطاء، لكنها أمام خيارين فقط: الاتفاق أو الحرب. رئيس الاستخبارات البريطانية السابق: طهران تهدد المعارضين الإيرانيين واليهود في بريطانيا. الشرع يقدم طلبا رسميا لبوتين بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا. وسوريا: الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا الغربي. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. كشف الحرس الثوري الإيراني عن أنظمة صاروخية جديدة ب3 جزر استراتيجية في الخليج، وقال إنها قادرة على استهداف قواعد وسفن وأصول العدو القريبة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس السبت. وتم نشر الأسلحة في جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع على سيادتها مع دولة الإمارات قرب مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. وأجرى الحرس الثوري الإيراني أخيرا مناورات عسكرية في المنطقة. يأتي إعلان السبت فيما تستعد إيران للرد على رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاها فيها إلى استئناف المحادثات النووية، وحذرها من عمل عسكري محتمل إذا رفضت. لقي ما لا يقل عن 52 حمالا مصرعهم، وأصيب 131 آخرون خلال العام الماضي في المناطق الحدودية والمسارات الجبلية بين محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه في إيران. وقد زاد عدد القتلى من الحمالين العام الماضي 18% عن العام الذي سبقه. وذكر موقع كولبر نيوز في تقرير له في وقت سابق من هذا العام أن هؤلاء الحمالين قتلوا أو جرحوا بسبب إطلاق النار المباشر من قبل القوات العسكرية الإيرانية، أو بسبب الانهيارات الثلجية أو التجمد أو انفجار الألغام أو السقوط من المرتفعات أو حوادث أخرى. وبحسب التقرير فإن 143 شخصاً، أي ما يعادل 78% من مجموع الضحايا، تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل القوات العسكرية الإيرانية. أعدم النظام الإيراني خلال الشهر الماضي فقط ما لا يقل عن 104 أشخاص في سجون مختلفة بأنحاء البلاد. ووفقا لهذه الإحصائيات فقد تم تنفيذ نحو 4 إعدامات يوميا في المتوسط. وفي تقريرها الشهري الأخير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكرت منظمة هارانا الحقوقية يوم 21 من مارس آذار الجاري أن ما لا يقل عن 98 حالة إعدام تم تسجيلها خلال الشهر الماضي. وأضافت المنظمة التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران أن النظام الإيراني أصدر أحكام إعدام ضد 22 شخصا آخرين، وذلك الشهر الماضي، كما تم تأييد أحكام الإعدام بحق 5 أشخاص آخرين.
أعلنت شرطة الطرق الإيرانية أن 185 شخصاً فقدوا حياتهم، وأصيب نحو 5500 آخرين جراء حوادث مرورية منذ بدء خطة المرور لعيد النوروز خلال الفترة من 15 وحتى 21 من مارس آذار الجاري. وقال رئيس شرطة الطرق في إيران أحمد كرمي أسد السبت 22 من مارس إنه منذ بدء رحلات عيد النوروز في 15 من مارس وحتى اليوم الأول من السنة الإيرانية الجديدة في 21 من مارس من عام 2025 تم تسجيل 21293 حادث مرور داخل المدن وخارجها، مما أدى إلى وفاة 185 شخصاً وإصابة 5424 آخرين. قال الناشط السياسي الإصلاحي أحمد زيد آبادي: الشعب الإيراني أصبح فقيراً، مشيراً إلى أن الطبقة الوسطى انحدرت نحو الفقر والمجتمع بات في وضع هش. ومن وجهة نظره فإن هذه الظروف قد تمهد لحدوث تمرد، وهو أمر خطير. في حين حذر خامنئي من هجوم عسكري على إيران في خطابه الثاني على التوالي، أفادت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية استناداً إلى وثائق سرية من البنتاغون بوجود 4 خطط أمريكية مختلفة لمهاجمة إيران، والأكثر محدودية منها هي خطة الهجوم على المنشآت النووية وخامنئي نفسه. ذكرت بعض وسائل الإعلام أن وزير الدفاع الأمريكي أمر بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، وقد جاء هذا الإجراء بعد أن هاجمت الولايات المتحدة مواقع الحوثيين وعقب تهديدات الرئيس ترامب للنظام الإيراني بشأن عواقب استمرار هجمات الجماعة. كشف ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط أن إيران بعثت رسائل إلى واشنطن عبر وسطاء دون أن يذكر تفاصيل إضافية، وأكد أن طهران أمام خيارين فقط: إما الاتفاق أو المواجهة العسكرية. جاءت تصريحات ويتكوف يوم الجمعة 21 من مارس خلال مقابلة مع بودكاست تاكر كارلسون، حيث رد على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الإيرانية قد تفاعلت مع رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: لست مخولاً بالكشف عن التفاصيل، لكن من الواضح أنهم ردوا عبر قنوات غير رسمية ومن خلال عدة دول ومسارات اتصال مختلفة. وشدد ويتكوف على أن ترامب لا يسعى للحرب، لكنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية لمنع اندلاعها إذا لزم الأمر. حذر الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني ريغارد ديرلاو من أن عملاء النظام الإيراني يشكلون تهديدا لليهود في بريطانيا وكذلك للمعارضين الإيرانيين المقيمين هناك، منتقدا عدم إدراج بريطانيا للحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. وفي حديثه مع صحيفة جويش كرونيكل البريطانية الذي نشر أمس الجمعة، أشار ديرلاو إلى دعم إيران لرجال دين شيعة متشددين في بريطانيا قائلا: من المحتمل أن توفر بعض هذه الجماعات الشيعية ملاذا للمتطرفين والإرهابيين. وأضاف ديرلاو الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني M16 لفترة 5 سنوات حتى عام 2004، أجهزة الأمن على دراية تامة بهذه المشكلة. وأشار إلى أن الحرس الثوري ربما يراقب أنشطة المعارضين الإيرانيين وأفراد الجالية الإيرانية في بريطانيا قائلا: نفوذهم أي عناصر النظام الإيراني كبير، والحرس الثوري يجيد هذا النوع من العمليات. كشفت مصادر السبت أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب رسميا نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتسليم بشار الأسد بهدف محاكمته في الأراضي السورية. وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية قولها
إن رئيس الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق في موسكو، لكن المصادر أكدت أن الوفد الروسي الذي زار دمشق مؤخرا أبلغ الشرع أن الأسد لم يودع أموالا في روسيا. وحول إمكانية تسليم موسكو بشار الأسد لدمشق، نقلت رويترز عن مصدر روسي قوله إن روسيا لن توافق على تسليم الأسد، مؤكدا وقتها أنه لم يطلب منها ذلك بالأساس. واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها في الجنوب السوري، حيث توغلت مجددا ليلة الجمعة والسبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وأفادت شبكة درعا 24 الإخبارية يوم السبت بأن قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من آليات وعربات توغلت في الأطراف الشمالية لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك. ولفتت الشبكة إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة العسكرية على أطراف القرية أطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة. جاء ذلك تزامنا مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك وعدة بلدات أخرى في درعا والقنيطرة، واستمر التحليق لأكثر من ساعة. يأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قصف قاعدتين عسكريتين وسط سوريا. وجاء في بيان للجيش أن القوات الإسرائيلية ضربت مؤخرا قدرات عسكرية استراتيجية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين في تدمر وتيفور، وهي قاعدة طياس الجوية على بعد نحو 50 كيلومترا غرب تدمر. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على طيب المتابعة، وإلى اللقاء مع طائفة أخرى من أهم الأنباء الأحوازية. دمتم في أمان الله.